السلام عليكم. كل سنة وانتم طيبين ويا رب السنة دي تكون سنة سعيدة عليكم. طبعا بقالي كتير قوي مش بنزل فيديوهات. حبيت اصور لكم فيديو بسيط كده. دي علبة اكسسوارات كده عند بنوتي. بصراحة هي بتحبها جدا وانا بسيبها اوقات كتير هي اللي تعمل، يعني في حاجات من الحاجات دي كلها هي اللي عاملاها. بس انا حبيت اوريكم كده بشكل بسيط ازاي ممكن نشتغلوا باكسسوارز عادية، مش شرط ان احنا نجيبها يعني تكون من محل خردوات او كده. لا، ممكن تكون علبة لعبة يعني، او اكسسوارز. هي اللعبة طبعا انا بعمل بس بشكل بطيء شوية عشان احاول ان انا بنوتي كانت جنبي، وفي نفس الوقت بحاول ان انا اوريكم برضو بالراحة. وفي نفس الوقت بصراحة انا بسيبها هي تشتغل اكتر، فانا بقالي فترة ما عملتش كتير، فما فيش في بالي افكار. فتعالوا مع بعض كده نشوف هنعمل ايه بشكل بسيط جدا. هسيبكم طبعا مع الفيديو ويا رب اتمنى ان هي تعجبكم. بصوا هنا طبعا هي بتختار لي الخرز يعني اللي اشتغل بيه. بجد هو الموضوع ده مسلي جدا بالنسبه لهم، وبيبقى حلو قوي قوي ان هي كمان اللي تعمل. وبعد كده لما بتيجي تخرج او حاجه ولما تلبس بقى من الحاجات دي، بجد بيبقى حلو، خاصه لو كمان البنات وكده حبوا الحاجه دي، وحست ان هي ممكن تعمل لهم حاجة زي كده كهدية. بصراحة حلوة جدا. اتمنى ان انتوا تجيبوها. انا العلبة دي كنت جايباها تقريبا ب180 او 160، مش فاكرة بالظبط، بس في الحدود دي. طبعا هي بيجي معاها المقص بتاعها وبيجي معاها الرول ده. بس هو كان خلص وانا جبت واحد غيره. بيتباع حوالي ب7 جنيه او ب10 جنيه لو هتجيبي واحد تاني. ده دلوقتي، قبل كده كان ب5 جنيه. طبعًا معاه الحلقات بتاعة السلاسل اللي هي اللي قدامكم دي، ومعاه كمان العلاقات بتاعة الميداليات، ومعاه برضه كمان كان معاه، بس هي طبعًا خلاص اختفت لأن هُم قطعوها. الحاجات بتاعة الحظاظات، الخيط بتاع الحظاظات، بس طبعًا ده اختفى يعني. وكان كمان برضه معاه القفل بتاع الحظاظات أو القفل بتاع السلسلة، برضه ده مش موجود لأن هُم برضه أنا شيلته منهم بصراحة، شايلاه عشان بس ما يضيعش. وقُلت وقت ما نيجي نعمل حاجة زي كده هنعملها، أو لمّا بنتي تتمكن أكتر من إن هي تعمل حاجة بإتقان يعني. لأن أنا بصراحة برضه زيها، يعني إحنا الموضوع ده واخدينه كده يعني لعبة أو ترفيه، مش حتة شغل يعني. بس بجد في المستقبل لو هي فكرت ان هي تعمل حاجة زي كده وتعرضها، انا ما عنديش اي مشكلة خالص. وبجد ده حاجة حلوة يعني، على الاقل تمنعها شوية من التلفزيون والتليفون والحاجات دي كلها. تعالوا نشوف مع بعض بقى الشكل اللي هنعمله ايه، وطبعا هستنى تعليقاتكم تقولي ده كويس او لا، او حلو او اي كلام. واتمنى ان هو يعجبكم طبعا. هسيبكم بقى مع الفيديو ونرجع نشوفه ونشوف الشكل النهائي ان شاء الله هيكون شكله ازاي.